لو هتصطاد في الساحل الشمالي ومش عارف هتستعمل طعوم ايه، يبقى الفيديو ده ليك. معانا النهارده مجموعه من الطعوم، سردين وبقلاويز وجمبري عقر. البقلاويز فريش زي ما احنا شايفين اهو، نفتحها بدمه اهو. بنجهز البقلاويز، ان احنا بنفتحها وبسكينه او بكتر. بنبتدي نخرجها من القوقعه بتاعتها. نحاول نطلع اللحم بتاعها حته واحده على بعضه. ممكن نحطه كله في سن، وممكن نقطعه جزئين لو حجمه كبير زي ما احنا شايفين اهو. طبعا ما بنرميش حاجه على الشط، عشان زي ما بنيجي يعني نلاقيه المفروض نضيف نسيبه نضيف. فاحنا معانا الكيس بنحط فيه كل الحاجه. نفتح واحده تانية. لو عاوز تعرف كل اسرار تجهيز الطعوم، اشترك في القناة، دوس سبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات الخاصة بالطعوم. اهي. قطعه اللحم اهي بتاعتي. اهي اوريها لكم مره تانية. بجهز الطعوم بتاعتي مره واحده، عشان بعد كده لما اقعد اصطاد ما بقاش متعطل على حاجه. كن حريص وانا بستعمل السكينه والقطر. امانه كنت بتصطاد اهم حاجه. مش مستعجل على حاجه، رزقي هاخده في اي وقت. في بعض اللي هو بيبقى مستعجل، حابب ان هو يلحق حاجه معينه او وقت معين. يعني خلي ده كله ما يبقاش على حساب امنك وسلامتك. فرغ اللحم بتاعها كله من الاجناب، عشان لما اطلعها حته كامله. بيكون في جنبك باسكت او كيس بتسيب فيه المخلفات اللي طالعه من الطعم بتاعك. نحطها في الباسكت.
ده كده لحم البقلاويز جاهز. نبتدي نجهز الجمبري العقر. ده شكل الجمبري العقر. انا جايبه من السوق وقسمته مجموعة اكياس، وهبتدي اديله شوية ملح زي ما احنا شايفين. ده الجمبري العقر، ملح خشن. الملح عشان يمتص شوية المية اللي بيبقوا فيه نتيجة التبريد أو حاجة، وعشان يخلوه ماسك في السن شوية. وطبعا هنبتدي نقشر منه واحدة واحدة واحنا بنطعم. عايز تقشر مجموعة شوية وتركنهم وتحتفظ بالباقي في الايس بوكس بارد، ده بيكون أحسن طبعا. نديله شوية ملح تاني. أهو. معايا اكياس باخد منه شويه اللي هستعملهم دلوقتي، والباقي برجعه للايس بوكس عشان يفضل في البروده يعني. كل ما احتاج ارجع اسف تاني. ده اللي هنرجعه للايس بوكس. ودول شويه اللي هستعملهم دلوقتي. لو استفدت من الفيديو معلومة أو حتى متعة المشاهدة دوس لايك، واكتب لي في التعليقات بتستعمل طعوم ايه في الساحل أو طعوم ايه في أي مكان. ولو لسه ما اشتركتش في القناة دوس سبسكرايب واشترك وفعل الجرس على الكل عشان تشوف باقي فيديوهات تجهيز كل أصناف الطعوم. وهتلاقي على شاشة النهاية دلوقتي لينك جديد لفيديو تاني من تجهيزات الطعوم. إلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.